السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشجعي نادي الهلال السعودي حوالين العالم. ما زال نادي الهلال السعودي لديه مشكلة كبيرة، وهو أنه الآن لم يستطيع تأمين صفقة قوية بحجم صفقة ميسي الضائعة أو صفقة إمبابي أيضا الضائعة، أو بحجم الصفقات الأخرى الموجودة في الأندية السعودية الكبيرة زي كريم بنزيما مع نادي الاتحاد، أو كريستيانو رونالدو وماني مع نادي النصر، أو محرز أيضا مع النادي الأهلي السعودي. إلا أن من خلال المواقع الإخبارية المشهورة في السعودية كلها تؤكد أن الهلال السعودي على أعتاب صفقة من العيار الثقيل جدا جدا. تعالوا مع بعض نشوف الخبر. الهلال السعودي يسعى لضم جواو فيليكس، النجم الكبير والمعروف، صاحب 23 عام، صاحب المراكز المتعددة، بيلعب مهاجم صريح، بيلعب مهاجم تاني، بيلعب كمان وينج ليفت، 23 سنة، متر 81 سنتي، يحمل الجنسية البرتغالية، ويلعب الآن في أتلتيكو مدريد بالدوري الأسباني. تعالوا نشوف مع بعض كمالة الخبر. يجري نادي الهلال السعودي مفاوضات لضم النجم البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم أتلتيكو مدريد البرتغالي، والذي انتهت إعارته لنادي تشيلسي الإنجليزي. وارتدى فيليكس قميص نادي تشيلسي على سبيل الإعارة في النصف الثاني من الموسم الماضي، ويرغب اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي الإسباني. وعلى الرغم من أن فيليكس أعرب في وقت سابق عن رغبته في اللعب لصالح برشلونة، إلا أن الصعوبات المالية التي يواجهها النادي الكتالوني تمنعه من تلبية متطلبات أتلتيكو مدريد لبيع اللاعب. اللاعب الآن قيمته الرسمية 50 مليون يورو. كما رفض تشافي فكرة التعاقد مع جواو فيليكس بسبب عدم أدائه للواجبات الدفاعية بالصورة المطلوبة. طبعا يعني كرة القدم الحديثة ما فيهاش فكرة ان انت مهاجم بس، مدافع بس، لا، لازم تكون مهاجم وعندك بعض من الواجبات الدفاعية. احنا بنشوف كلنا كريم بنزيما بيرجع في الدفاع عادي زي اي لعيب يعني. ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية، يبدو أن فيليكس قد أعطى موافقته النهائية للانتقال للهلال السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة. الجدير بالذكر أن جواو فيليكس كان أغلى لاعب في تاريخ أتلتيكو مدريد عندما انضم إليه في صيف 2019 قادما من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو. وتأمل جماهير نادي الهلال السعودي في تعزيز صفوفها بصفقات عالمية جديدة، خاصة وأن النادي يبحث عن المنافسة على جميع الألقاب العربية والعالمية خلال الموسم المقبل. يذكر أيضا أن نادي الهلال خسر نهائي بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي، كما احتل المركز الثالث في بطولة دوري روشن السعودي، وهو الأمر الذي لا يرضى عنه الجماهير الهلالية ولا يرضي طموحات جماهير الهلال أيضا. ونجح الهلال في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي لتكون النقطة المضيئة الوحيدة ليه. وطبعا نادي الهلال دلوقتي موجود في البطولة العربية وفاز على نادي الاتحاد. وبكده انتهت حلقة النهاردة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.